نيل مصر. نيل مصر طبعا ده نهر الايه؟ نهر النيل بتاع ايه؟ بتاع مصر. طبعا احنا عارفين شويه معلومات عن نهر النيل هتعرفها دلوقتي، وفيما بعد هتاخدها برضو في الانجليش وفي رابعه باذن الله. نيل مصر. النيل مصر، النهر النيل هو اطول انهار العالم. هو اطول انهار العالم. طوله 6676 كيلو متر. يعني ده يعادل ايه؟ ده يعادل رحله الى مركز الارض. يعني ايه؟ ادي الارض اهي، وده مركز الارض. لو مشيت من اول الارض لعند المركز المنتصف، او لو جيت من بحيره تانا من اول نهر النيل لاخره، كانك مشيت رحله من لعند مركز الارض. تمام؟ That's like traveling to the center of the earth. المعلومه دي موجوده في سنه رابعه. طوله 6676 ويعادل رحله الى ايه؟ الى كوكب الايه؟ الى مركز الارض. نهر النيل موجود في اولى وثانيه ثالثه ورابعه. اولى فين؟ فاكر مدينه رشيد او الرحله بتاعت مدينه رشيد. الولد لما راح شاف المدينه مكتوب على الحجر، او راح لقى نهر النيل لونه ازرق والميه نقيه، فسأل المرشد قال له احنا هنا بنحافظ على نهر النيل لانه مصدر خير لينا، ومكتوب على حجر رشيد منذ القدم ان ايه؟ ان اي حد يلوث ماء النيل فالدوله بتعاقبه، القانون بيعاقبه. موجود في اولى وفي ثانيه السنه دي وفي ثالثه السنه الجايه وفي رابعه في الانجليش وفي العربي، لانها قضيه كبيره جدا جدا جدا. قضيه يعني ايه؟ يعني احنا لازم نحافظ على نهر النيل وعلى ميه النيل، بنشرب منه الانسان والحيوان والنبات. فهو مصر او مصر هبه النيل. يعني مصر هي عطيه النيل. لو مش موجود النيل مش هنزرع ولا ناكل ولا نشرب ولا نعرف نعمل حاجه. فالنيل مهم جدا جدا بالنسبه لنا. نيل مصر طبعا وصف معروف. النيل بتاع ايه؟ نهر النيل بتاع مصر. بيقول لي النيل في مصر من فوقه القمر. يعني النيل في مصر القمر بيبقى طالع فوق في السماء وتلاقيه عاكس صورته على الميه تحت. تمام؟ الجمله ما فيهاش اي حاجه. النيل لام شمسيه في حرف جر، مصر اسم. طب يا مستر انت قلت لنا مصر او الاسم بنعرفه من دخول الالف واللام عليه، ينفع اقول المصر؟ لا، ده اسم علم. يعني اسم علم زي محمد، احمد، مصر، السعوديه، الحاجات دي كلها اسماء علم معروفه ما ينفعش نحط ليها الف ايه ولام. النيل في مصر من فوقه القمر. من حرف جر، فوقه. الهاء في كلمه فوقه عايده على مين؟ على النيل. يعني ايه؟ يقول لي استخرج سنه رابعه، استخرج من البيت الاول. ده كده اسمه بيت. ده كده اسمه بيت. البيت الاول، وده البيت الثاني، وده البيت الثالث، وده البيت الرابع. استخرج من البيت الاول او استخرج من الابيات ضمير متصل. ايه ضمير متصل ده؟ احنا عارفين من فصله انا ونحن، انت وانتي، هو وهي، انتما انتن، وهكذا. لما اجي اقول لك استخرج ضمير متصل، يعني ايه متصل؟ يعني كلمه فوقه، بدل ما يقول لي النيل في مصر من فوق النيل القمر، لا، من فوقه. الهاء عايده على مين؟ على مين؟ فده ضمير متصل. من فوقه الايه؟ القمر. طيب بعدين في حرف جر، قاعه. في قاع مين؟ في قاع النيل. بدل ما يقول لي في قاع النيل طمي، بيسهل الابيات. في قاعه برضو الهاء عايده على مين؟ على النيل. ضمير متصل عايد على مين؟ على النيل. في قاعه طمي. طمي يعني طين. النيل فيه طين من تحت، معروفه طبعا. في قاعه، قاعه يعني اسفله، يعني تحت خالص موجود طمي. يجري به الخير. يجري هنا مش معناها بيجري، يجري معناها يسير، يسيل. احنا بنقول الماء يسيل، بينزل. تمام؟ يسيل الايه؟ الماء. هنا معناها يجري يعني يسيل، بيمشي فيه الميه. به الخير، يجري به. الهاء برضو عايده على مين؟ على النيل. طيب في حاجه في سنه رابعه عندنا اسمها تعبير مجازي وتعبير حقيقي. تعبير مجازي. ايه تعبير المجازي ده؟ وده من اهم الاساليب والتراكيب في الصوتيات. ايه؟ في النصوص في سنه رابعه، ولازم بيجي في الامتحان. استخرج من الابيات تعبير مجازي. ايه تعبير مجازي؟ يعني مش حقيقي. لما اقول لك الجندي قوي، ده تعبير حقيقي. لكن لما اجي اقول لك الجندي كالاسد، ده تعبير ايه؟ تعبير مجازي. صور الجندي كالاسد. تمام؟ لما اجي اقول لك السماء تبكي، تعبير مجازي ولا حقيقي؟
تعبير مجازي. معناها ايه؟ معناها ان السماء بتمطر، لكن لما اقول لك السماء تمطر ده تعبير حقيقي. تمام؟ الشمس ساطعه تعبير حقيقي، لكن الشمس تضحك معناها ان هي مشعه وجميله، ده تعبير ايه؟ مجازي. التعبير المجازي ليس حقيقي. يعني ايه؟ لما اقول لك يا كوكب الارض الذي يؤوينا، الشاعر بينادي على كوكب الارض، يا كوكب الارض الذي يؤوينا. تعبير حقيقي ولا مجازي؟ تعبير مجازي. شبه الارض بايه؟ بانسان ينادى. تمام؟ لما اجي اقول لك مصر هي امي، نيلها هو دمي، هي مصر امك؟ لا، تعبير مجازي كنايه عن حب الشاعر لمصر كانها امه. نيلها جوه دمي، هل هو الدم بيجري فيه ميه النيل؟ لا طبعا، تعبير مجازي صور الدم الذي يمشي في شريان الانسان بايه؟ بماء النيل. تمام؟ كنايه عن حبه لايه؟ وارتباطه بمصر. يبقى التعبير المجازي مش حقيقي. لما اجي بقول لك يجري به الخير، هو الميه بتجري؟ لا، الخير حاجه ملموسه، انت شايف الخير؟ بك الخير هيعم على البلد، الخير موجود، البركه، الحاجات دي كلها مش ملموسه، صح؟ يبقى يجري به الخير. الخير هنا يقصد بيها مين؟ ايوه برافو عليك، يقصد بيها الماء، الميه اللي بنشربها وبنسقي منها الزرع والحيوان. يجري به الخير اي يسيل به الماء. تاني، في قاعه طمي، في اسفل النهر النيل طين، يجري به الخير يسيل فيه الماء. يبقى ده تعبير ايه؟ مجازي. تمام؟ طيب، في شطه زرع، يعني ايه في حرف جر، كلمه شطه يعني جانبه. ادي نهر النيل، هنا ميه، ده شط النيل وده شط النيل. وهتاخدوها ان شاء الله في سنه رابعه في الدراسات، اسمها ضفه او سهل فيضي. هي الرمال والطين الذي تكون من مياه النيل، والناس بتزرعه لانه خصب جدا جدا جدا. هي جانبي، هي الارض التي تكونت على جانبي ايه؟ نهر النيل. يبقى في شطه زرع. اكيد طبعا احنا عرفنا ان نهر النيل هو اللي علم الانسان الاستقرار. احنا قلنا الانسان كان دايما كثير الترحال، بيبحث عن الماء والشرب والاكل. لما لقى الميه راح قاعد جنبه، زرع جنب النيل والميه ويسقي زرعه. حد ما فيش اسهل من كده. ففي شطه زرع، اكيد حوالين نهر النيل ارض زراعيه، صح ولا مش صح؟ صح. من حوله برضو الهاء عايده على النيل، ضمير متصل. في شط النيل زرع، دي اصلها في شطه زرع. من حوله برضو الهاء عايده على النيل، من حول النيل الثمر. طيب انا زارع على الشط، اكيد وانا زارع هيكون موجود ايه؟ ثمر، اشجار وثمار موجوده في الزرع ده. يعني انا زارع هنا اشجار او ايه؟ او حبوب، اكيد هيكون فيها ايه؟ ثمر. يبقى في شطه زرع اي في جانبي النهر زرع، من حوله الثمر، وحول نهر النيل كل ايه؟ اشجار وايه؟ وثمار. طيب الشاعر بعد كده بايه؟ احفظه يا ربي. طيب لما اجي اقول لك استخرج من الابيات اسلوب امر، هتقول لي احفظه، ما تسكتش. تمام؟ لازم نتأدب مع الله حتى في النصوص، حتى في النحو. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول احفظه اسلوب امر واسكت. امال هل تقول ايه؟ وخلي دي عندك قاعده تمشي بيها على طول حياتك. لفظ الجلاله الله، لفظ الجلاله فاعل مرفوع بالضمه، ما تقولش الله فاعل مرفوع بالضمه. لفظ الجلاله الله فاعل مرفوع بالضمه. استخرج اسم لفظ الجلاله الله. احفظه اسلوب امر غرض الدعاء. اسلوب امر غرض الدعاء الشاعر مش بيأمر ربنا، حاشا لله، لكن هو اسلوب امر غرض الدعاء. يا احفظ، يا رب نجح لي ابني، يا رب اشفيني ابني، دي كلها اساليب امر. يا رب اتفوق، يا رب انجح، يا رب اعمل، يا رب يا رب، دي كلها ايه؟ اسلوب امر، بس غرضه الدعاء. هو مش بيأمر ربنا طبعا، لكن هو بيدعي ربنا. يبقى لما اجي اوصفه اقول اسلوب امر غرض الدعاء. نفس الحكايه يا ربي، اسلوب نداء غرض الدعاء. دايما اي كلمه فيها ربنا في نصوص بتاعتك تأدب مع ربنا في الشرح. ما تقولش اسلوب امر تسكت، ما تقولش اسلوب نداء. اسلوب نداء غرض الدعاء، يا رب وانا بأدعي على ربنا ومستنيه يجي، لا طبعا ده انا بدعيه. احفظه يا رب، يبقى احفظه اسلوب امر غرض الدعاء. يا ربي اسلوب نداء غرض الدعاء، غرض التمني، غرض الدعاء.
يا حرف أداة النداء، ربي لفظ الجلالة منادى، لفظ الجلالة منادى. والياء ياء الملكية، طبعا مش ملكية بمعنى ملكية بتاعتي، لكن هو ربي، هو ربي أنا، مفيش إله تاني غيره. يبقى احفظه أسلوب أمر غرض الدعاء، يا ربي أسلوب نداء غرضه الدعاء. احفظه يا رب، الشاعر بيدعي لنهر النيل، عارف أهميته إيه وقيمة نهر النيل إيه، فبيدعي لنهر النيل. بعدين نحفظه ليه؟ يسعد به البشر. أكيد الناس لما يكون في نهر النيل ومية وتزرع وتجيب وتودي، الناس هتكون فرحانة. يسعد يعني يفرح به، الهاء عايدة على مين؟ على نهر النيل. يسعد بنهر النيل البشر اللي هو الإنسان. نص مهم جدا جدا، وفيه أساليب وتراكيب جديدة كتيرة جدا جدا جدا. تاني، نيل مصر. النيل في مصر، في مصر من فوقه القمر، في قاعه طمي يجري به الخير، في شطه زرع من حوله ثمر. احفظه يا ربي يسعد به الايه؟ يسعد به البشر. ده شرح نشيد ايه؟ نيل مصر. هل المطالب مني ان احفظه؟ بص، في المنهج الجديد في الخطه الزمنيه والخطه الشرح مفيش حفظ نصوص، لكن المنهج القديم كنا بنحفظ. بس انا هقول لك حاجه، نصيحه مني، هم كلهم 4 ابيات. واحنا صغيرين، واحنا دلوقتي كبار اهو، اسال ماما اسال بابا هيقول لك انا حافظ اناشيد من ايام الابتدائي، فاحفظه. النيل في مصر من فوقه القمر، في قاعه طمي يجري به الخير، في شطه زرع من حوله الثمر. احفظه يا ربي يسعد به الايه؟ البشر. فانت احفظه واكتبه 3 مرات وتملاه في البيت، واكتب ده عندك عشان مش موجوده في الكتاب. اكتب استخرج من النص، استخرج من النص كل كلمه بها ضمير متصل، لان ده مش موجود في الكتاب في التدريبات. استخرج من النص كل كلمه بها ضمير متصل. استخرج من النص اسلوب او تعبير مجازي. استخرج من النص تعبير مجازي. استخرج من النص تعبير حقيقي. زي ايه مثلا؟ في شطه زرع، لما اقول لك نهر النيل الشط بتاعه فيه زرع، ده حقيقي طبعا. تمام؟ استخرج من النص اسلوب تعبير مجازي وتعبير حقيقي. استخرج من النص اسلوب امر. استخرج من النص اسلوب نداء. استخرج من النص فعل مضارع وحرف جر ولام شمسية وتنوين وبين نوعه وياء ملكية ومد بالألف ومد بالياء. تمام؟ نعمل ده، نحل الأسئلة اللي على الدرس، وكمان نحل الأسئلة اللي احنا ضفناها، ونكتب الدرس ده 3 مرات ونتملاه، ونحفظ الكلمات اللي تحتها خط. كلمة قاع يعني أسفل، طمي طين، شط يعني جانب النهر، كلمة البشر يعني الايه؟ الإنسان. تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟